البنت دي متقدم لها عريسين، واحد غني والتاني فقير، والاتنين مفهمينها انهم بيحبوها. قررت انها تقابلهم في نفس المكان وتعمل لهم اختبار بسيط. اول واحد قابلته الغني كان جايب بوكيه ورد وواقف مستنيها، سلمت عليه وقالت له دقيقه واحده وراجعه لك. وراحت للعريس الفقير قالت له انا متقدم لعريس تاني ولسه ما قررتش هختار مين فيكم. قال لها على العموم انا متمسك بيكي ومنتظرك لغايه لما تاخدي القرار. ورجعت تاني للعريس الغني. اول ما رجعت قالت له خسرت كل فلوسي، انا حاليا مريضه ومرضي محتاج مصاريف كتير. هنا قال لها لا طبعا، مش مستعده اتجوز واحده فقيره وكمان مريضه، ومشي وسابها. في اللحظه دي البنت وطت علشان تجيب الورد من الارض، لقت العريس الفقير بيحاول يشيل معاها وبيقول لها انا سمعت كل حاجه، انا معاكي وهقف جنبك وهصرف على علاجك. في اللحظه دي اعترفت له وقالت له ده كان اختبار، وحقيقي انت اللي تستاهل اللي انا عايش معاه. خدوهم فقراء يغنيكم الله. صلى على النبي في التعليقات.